وهي الرز ما شاء الله. شوفوا لي المنظر ما شاء الله. هلا الطريقة الحديثة كلهم عم بيعملوا الشيخ المحشي بالطريقة هاي. هاي بقلبي هاي لحمة مفرومة طلعتها من الفريزر، وهي جزرة يعني جزرة صغيرة وحبة بطاطا صغيرة كمان، وهي بصل أخضر شوي، وهي فليفلة حلوة وحرة، حلوة وحرة أخضر وأحمر، وهي بقدونس، وهي بصل وثوم، شوية ثوم وبصل. حبايب قلبي البهارات اللي راح استخدمها هاي بابريكا، وهي السبع بهارات، وهي شوية كاري، كمون، قرفة، ملح، كزبرة، شوية صغيرة صلصة، زيت زيتون، بندورة مضروبة بالخلاط، طبعا أنا بقشرها قبل أضربها بالخلاط، شوية دبس رمان، رشة سماق، ومنظرها ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين، وروايح غير شكل. هاي حطيتها بالبايركس. هاي ببو البصل، قولي هالمنظر حبايب قلبي. كوباية مي وصلصة، بسم الله. كنت عاملة معكرونة بالبشاميل، أخذت من اللحمة تبعها شوي، هعمل عليهم طبخة تشكيلة. هاي اللحمة مبهرة ونفس اللي بالبشاميل إذا بترجعوا على الفيديو تبع البشاميل. وهون كوسة، شايفين بدي أعمل شيخ المحشي ولو صحن تشكيلة معلقتين. هاي كوسة حطها مع اللحمة، معلقتين نشا، معلقتين خفاف نشا بيهم، وهاي نص كوباية مي، وهي 7 بهارات، بابريكا، نعناع، ملح، لسه ما ولعت عليهم، عم حركهم بالأول بعدين بولع عليهم على نار هادية، طنجرة صغيرة.
الصحن ده حاطط كزبرة. وهلا على الفرن. هاي توم، يا هون يا هون نفس النتيجة. خليه يتشوح. نقطع زبدة وشوية زيت نباتي. الزبدة بتعطي كتير طعم طيب للرز وللمعكرونة. هي شعرية، عملت صحن رز بشعرية. بدي أعملها على مرقة دجاج، عملتها حطيتها بالثلاجة. طبعا ملحتهم على الرز. وهاي اللبنات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.